السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب ام جنى؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي، رسالة الحبيب هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. يلا مع بعض حبايبي نبدأ الرسالة ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وأنت علام الغيوب، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. الأول كده، الرسالة دي بتقول إن في طرف تالت، في طرف تالت في العلاقة. الشخص ده بيمر بمرحلة فيها طرف تالت، والشخص ده يعني هو عايز يرجع لك برغم وجود الطرف التالت. الطرف التالت يا حبايبي حزين جدا، حزين متألم من غياب الحبيب بصورة قوية. هو رافض يرجع للطرف التالت، وكأنه فاق لنفسه، كأنه شخص قال لنفسه أنا لازم أخد موقف. بس أنا شايفة كمان يا حبايبي إن طاقة التلاعب بتاعته، أو إنه هو عايز يرجع لك بطاقة فيها تلاعب. يعني مش شخص مثلا إن هو عايز يرجع لك كده وعشان هو عايز يرجع. هو عايز يرجع لك عشان حاجة معينة، عشان هدف في دماغه، في هدف دنيء في دماغ الشخص ده. فلازم تكونوا فاهمين وعارفين إن الشخص ده بيتعامل معاكم بصورة مش مريحة، أو إن الشخص ده حبايبي في حاجة كده بتدور في دماغه. بس هو جاي لك، شفت اللص بيتلصص، يعني هو جاي لك بصورة فيها غموض. شايفة ان الانسان ده مش مريح. يعني انا شايفة طاقة حد هو كان عصبي معاك، كان متهور، كان شخص يعني مندفع. ولما سابك كمان، يعني عارف اللي هو سابك، يعني اللي هو اعمل اللي انت عايزه. برغم حبايبي ان انتوا كنتوا بتحتووه جدا، انتوا كنتوا معاه حد فوق ما تتخيلوا. انتوا كنتوا حد عامل ازاي؟ يعني انتوا كنتوا حد حنين معاه، كنتوا بتحتووه، وهو عارف ده. هو بيقعد بيقول الشخص ده كان بيحتويني، الشخص ده كان معايا كويس جدا، الشخص ده كان بيتلاشى المشاكل. طيب هو عايز يرجع بس اخد طاقة الانتظار، ندمان قوي 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 على اللي كان بيعمله فيك زمان، وعمال يفتكر افعاله اللي هي يعني نقدر نقول عليها فيها ندالة، فيها خسة شوية. عمال يفتكر الافعال دي ويشوف نفسه وبيشوف اللي كان بيعمله. مش قادر يتخيل ان هو الشخص نفسه، هو مش قادر يتخيل نفسه. عمال يقول ايه ده؟ معقولة انا كنت بعمل فيه كده؟ معقولة؟ فهو محتار مش عارف يعمل ايه. فهو يعني عارفين اقول لكم على حاجة كمان انا شايفاها في القراءة، ان الشخص ده لما سابكم بنفس الحاجة او بنفس الطريقة اللي هو هيرجع لك بيها. واخدين بالكم من الموضوع ده؟ يعني هو عايز يرجع لك بنفس الطريقة اللي هو سابك بيها. سابك ازاي؟ سابك واحدة واحدة. إذا في هنا طاقتين، في منكم سابك واحدة واحدة كده بهدوء خالص، طاقة انسحاب، هيرجع لك بطاقة الايه، الرجوع التدريجي. وفي منكم طاقة تانية هنا سابك بعصبية وبانفعال وبشد، هيرجع لك بقى اللي هو ايه، بيتلكك لك على موقف. انت عملت الشيء الفلاني، انت قلت لحد الشيء الفلاني، من الاخر كده هيتمحك وهيعملها كده تحكيك، يعني تلكيكة عشان يتحك ويقوم ايه، جاي ويقوم يعني ايه، يعملها بقى اللي هي الخناقة اللي بعدها صلح دي. الطرف التالت مخرجش لسه من حياته خروج كامل. في منكم ان الطرف التالت ده مش شرط على فكرة، عشان بس تبقوا فاهمين يا حبايبي القراءة بتبقى ماشية ازاي. الطرف التالت ده ممكن يكون زوجة، ممكن يكون أم، ممكن تكون حبيبة، ممكن تكون صديقة، ممكن يكون عمل. فأنا لما بقول الطرف التالت، أما بقول الطرف التالت ده معناه أيا كان شيء إيه هو بعده عنك. لأن دي قراءة عامة، فأنت بتاخد القراءة اللي تخصك، أو بتاخد الطاقة اللي تخصك. الشخص ده يعني هو واضح كده على فكرة إن في طاقة إيه، يا زوجة يا حد هو يعني متعرف عليه، يا كده يا كده، يا طاقة حبيبة يعني. بس هو مش بيحبها، أو مش أو هي مش بتحبه. ليه؟ هي أخداه كده اللي هو يعني إيه،
يعني تسلية، بيعدي أيامه بيه وخلاص. طيب هو تلاعب برضو على الطرف التالت، هو يعني ما سكتش، انتوا مفكرين يعني ان هو ما تلاعبش عليه؟ تلاعب على الطرف التالت، بس الطرف التالت لاقيه ملقم السنين. الطرف التالت متعلق بيه قوي جدا، متعلق بحبيبك قوي بصورة رهيبة، لدرجة ان هو مش قادر يتخلى عن فكرة ان هو يسيبه. إيه، مش قادر. انتوا كنتوا بتحبوه، بس الحب اللي هو ايه، يعني نقدر نقول حب غير مشروط. كنتوا شايفينه حاجة كبيرة قوي، كنتوا شايفينه، انتوا في ناس هنا كانت مخليه قدوة ليها. انتوا تعرفوا ان في منكم هنا لسه ما زال في طاقته متخيل ان الحبيب كان ضحية، او جه على نفسه في العلاقة وسابك. في اوقات بتلاقيني بقولك في القراءة او في الرسائل الشخص ده ضحية، الشخص ده هو فعلا واقع تحت ظروف، بس وانت بتسمعني دلوقتي في اللحظة دي هو ما عندوش اي مبرر. ليه؟ لان هو اختار يبقى دور الضحية. افسرها اكتر، الشخص ده يقدر انه يقول لا، يقدر انه يتكلم، يقدر انه يزعق، يقدر انه يحل مشاكله، لانه هو عنده عنده كده ايه اللي هو يعني يقدر يقود الشخصيتين، الرجل والمرأة. هو عنده كمان بيمتلك الشخصيتين، بيمتلك طاقة الأنوثة وطاقة الذكورة، فهو المفروض ان هو يعني يحل المشكلة. انتوا ما تعرفوش تحلوها، لا انتوا يعني في الحل مش في ايدكم انتوا. اذا كنتوا بتدوروا تقولوا نعمل ايه، الحل مش في ايدكم انتوا اللي في ايدكم ان انتوا طاقة الانتظار، تنتظروا. ليه؟ لان هو اللي المفروض يتشافى. الشخص ده عمال بيفكر اروح له ما اروحلوش، ارجع له، وغير كده وكده، ده حد تايه، ده حد يعني مشتت شارد، مش عارف ياخد قرار، ولا عارف يبقى انسان سوي، مش قادر يفهم هو عايز ايه. فيمكن القراءة النهاردة قصيرة شوية، بس هو عايز يقولك، انا لسه مش اخد القرار، ولسه مش راضي عنك، مع العلم ان هو هيتجنن عليكم ها، ونفسه فيكم وانتوا وحشين و بس هو لسه مبين لك الوش اللي هو لا لا لا، انا لسه مش راغب فيك قوي، او انا زعلان منك. هو زعلان منك على فكرة من حاجة معينة، بس بيحبك. زعلان منك بس هو عارف ان هو السبب. وفي حد من طرفه، للبعض منكم هنا مش للكل، امه مسيطرة قوي، مسيطرة جدا، بس هو عايز يبدأ بداية جديدة. يعني بالرغم من ده كله ان شاء الله هيبدأ بداية جديدة معاكم يا حبايبي. حبايبي، الرسالة النهاردة قصيرة، بس انا حبيت اني انا برضو افهمكم واعرفكم الوضع ماشي ازاي لغاية دلوقتي. شكرا ليكم يا حبايبي، كانت معكم الروحانية ام جنى، شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.